الحالات اللي موجوده. الكرات الثابته، كيف تعامل مع الكرات الثابته، هذه واحده من الميزات الكبيره للمنتخب المغربي، كيف يتعامل مع الكرات الثابته، خصوصا في اول مباراه مفتاح الفوز انه اخذ كرتين ثابته، هذا الهدف الاول، وبعدها الهدف الثاني من كره ثابته. الكرات العرضيه مثل ما ذكرنا مميز بها بشكل كبير، وسجل فيها اقصر لاعب في الفريق. والاهم السرعات اللي موجوده في المنتخب المغربي من ناحيه التحولات السريعه، السرعات. يمتلك فريق ويمتلك لاعبين. شوف هذا بركاوي واحد من اقصر اللاعبين الموجودين في الفريق، لكنه طريقه الارتقاء، او هذا اعتقد يمكن ازارو، لا بركاوي، لا بركاوي. فمميز في الثلاث شغلات. والسرعات كذلك، اضافه الى السرعات، انا عاد كررت السرعات اللي موجوده في المنتخب المغربي واحد من افضل المنتخبات. ليش؟ لانه الحلول اللي موجوده في المنتخب المغربي اذا كانت في دكه البدلاء او حتى اللي موجوده في الملعب، حلول كثيره جدا جدا. كابتن